مرحبا وتحياتي للجميع. اليوم هذا الخبر هذا اللي خرج مع الصباح بكري كيقولوا ان الولايات المتحدة الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. يعني مؤخرا كانت مجموعة من المناوشات ما بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية كتتهم مادورو بأنه كيقوم إرسال زوارق كتحمل مجموعة من الممنوعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كيقود شبكات ديال ديال التهريب هذا، خصوصا في المجال ديال المهلوسات وداك الشيء. فالولايات المتحدة الأمريكية دائما ما كانت كتقوم بهذه المناوشات معاه، على مستوى البحر. كانت تقريبا كل 3 أيام كتسمع أنه تم استهداف واحد زوراق ولا كذا، وماتوا فيه عدد ديال الناس مثلا. المدة ديال أشهر هذه حنا كنسمعوا هاد القضية. غير هو الواقع اللي كتكلم عليه دابا الصحافة العالمية هو أن هادشي كامل أصلا زوبعة في فنجان. هادشي كامل علاش مديور ماشي على المخدرات ولا المهلوسات ولا كذا، لا. الحقيقة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية آه، عارفة أن فنزويلا عندها أكبر احتياطي ديال النفط في العالم، أكثر من الخليج، أكثر من السعودية وداك الشيء. ولكن الطريقة ديال الاستخراج ديالو صعيبة حاليا. وصلت التكنولوجيا الأمريكية على أنها تقدر تستخرج داك النفط بواحد الثمن اللي هو رخيص شوية. ف الإمبريالية المتوحشة شنو غادي دير؟ خصها تسيطر على على هاد السورس ديال الثروات اللي كاين في فنزويلا، وخصو ما يمشيش في اتجاه ديال بحال إيران ولا بحال الدول اللي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الحلف الآخر ديال روسيا وكذا. فبالتالي مده طويله وهي انها كتقول لهم غادي نشن عليكم حرب، غادي نديروا، غادي نفعلوا، لدرجه ان ترامب ولا كيتكلم مباشره مع مادورو، كيقول لي خصك تقدم استقالتك وخصك تمشي في حالك. بالنسبه لهذيك الجائزه ديال السلام، جائزه نوبل السلام، تعطات لواحد الامراه فنزويليه. علاش؟ لانها كانت دائما ضد مادورو، بحال شي معارضه. علاش؟ لانهم كيوجدوا لهذه المسائل هذه من قبل. فاليوم تم إعلان اعتقال الرئيس مادورو. كيفاش وعلاش وكيفاش؟ تحصيل حاصل كما كيقولوا. ولكن بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو واقع دابا حاليا. مادورو يقدر يكون تعتقل، ماشي زعما مسألة مستبعدة، لأن ترامب قالها مباشرة، قال راه تعتقل، راه كاين هو مرته. 90% غادي يكون تعتقل فعلا مادورو من شي قاعدة عسكرية، حسب ما جانا كما كتشوفوا. كيقولوا أمريكا تضبط مادورو في قاعدة عسكرية كما كتشوفوا الآن. شدوه في واحد القاعدة عسكرية. غالبا غادي تكون معلومة استخباراتية بالفلوس. شي فنزويلي تما دبر على واحد 50 مليار ديال الدولار ولا بحال هكاك. انهم اصلا كانوا دايرين عليه كانوا دايرين عليه واحد الفدية، كانوا حاطين عليه واحد الرقم ديال الفلوس. قال لهم اللي عطانا معلومات عليه فين كاين كذا كذا. 100% هذه القضية هذه تحطات هنايا، كتنطابق على هذه اللقطة فاش جاو اعتقلوه. ف هذا رسالة، ولا هذه رسالة لجميع الدول اللي ضد الإمبريالية. كيقولوا لهم إلا ما بغيتوش تعطونا الثروات ديالكم 50-50 أو لا، بداكشي اللي بغينا حنا، غادي نجيو ندخلوا عليكم صحة. ولحد الساعة راه مازال ما تعرفش الوضع كيفاش غادي يكون، واش فنزويلا غادي تراد، واش غادي تكون حرب، واش غادي تكون كذا، لأن باقي الوضع غامض لحد الساعة. ولكن هاد المسائل هي اللي واضحة أن مادورو تم الاعتقال ديالو هو والزوجة ديالو. وكنعتقد هذا اعتقاد ديالي خاص بيا، شي ديال تحليل خاص وصافي، ان الولايات المتحده الامريكيه غادي تبدا تبتز فنزويلا بالرئيس مادورو. يا اما غادي تخرج الفيديو ديال مادورو كتقوم بالادلال ديالو، او المحاكمه ديالو محاكمه قاسيه، او لا بزاف ديال سميتو، ولا تقول لهم بغيتو نعطيكم مادورو غادي تعطونا العقود ديال النفط وكذا، اننا حنا نتحكموا في النفط، وهاكم مادورو ديالكم. ومادورو حتى هو يسني على شي التزام وشي تخربيقه ممكن. هادشي هذا جاري به العمل في الولايات المتحده الامريكيه، او لا دول الامبرياليه المتوحشه اللي هي اكبر قوه كاينه حاليا هي الولايات المتحده الامريكيه ديالهم. تحياتي لكم الى الخبر القادم. كتبوا لنا في الكومنتيرات شنو بان لكم، واش تقدر الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على الثروات ديال فنزويلا ولا لا؟
مع السلامة.